زمان قوي كانت العمليات بتتعمل جراحه مش منظار، يعني فتح البطن بقى الكبير والكلام ده كله، ويستخدموا الدباسات القديمه كانت مشاكلها كتير، وكان العيان بقى عنده جرح، ما كانتش الدنيا حلوه خالص. بعدين لما احنا الجيل بتاعنا لما بدأ يشتغل كانت الدباسات حاجه اسمها الدباسات المانيوال. يعني ايه الدباسات المانيوال؟ دباسات المانيوال انت بتكراك كده الدباسه، يعني ريلود كده بيركب، ممكن مره نبقى نشرحها لوحدها. ريلود بيركب جوه الدباسه وبتدبس بايدك تعمل فايرنج، جميله وكويسه، وعلى فكره لسه مستخدمه لغايه دلوقتي. بعدها ظهر جيل اعلى شويه من الدباسات اللي هي الدباسه الباورد. الدباسه الباورد بدل ما انت بتدوس بايدك وتكراك، بتدوس زرار هي بتبتدي تطلع الدبابيس، فتدي طبعا نتيجه افضل شويه. وبعدين في مره بقى من المرات انا كنت مسافر وبحضر مؤتمر، كان لسه مؤتمر، والديمو كان بتاع السمارت ستيبلر، الدباسه الذكيه، كان لسه ديمو، كان لسه يعني يا دوبك بيتكلموا عليها. لما شفت انا الدباسه دي رحت جاي مكلم حد اللي في مصر السي او، قلت له انا عايز الدباسه دي. قال لي دي لسه ما عملناهاش لونشنج اصلا في مصر ومفيش وهتاخد لسه وقت. قلت له ماليش دعوه، الدباسه بجد، لانه التكنولوجي بتاعها كان خرافي، كانت بتعمل حاجات كتيره جدا، بتدبس وتقيس زوايا وتقيس كثافه نسيج، كمبيوتر كامل جوه الدباسه. وعايز اقول لك البادجت بتاعها كان خرافي. ومع ذلك فكرت قلت له بص، انا شايف ان المريض بتاعي اللي انا بعمل له المنظومه دي والسيستم ده يستحق فعلا ان انا اديله افضل حاجه.